الصيام واللي فرضوا علينا الله باش كنحسوا بالفقراء، وفي نفس الوقت الجسم ديالنا كيدير لا ميزاجور ديال العام كامل، بالاضافه ان الله كيختبر مدى الايمان ديالنا. هذا الشيء في الدين ديال الاسلام. اما في الديانه ديال التشيع خصك غير تكون ذكي شويه وتقدر تفطر رمضان وتاخذ الاجر من الفوق. أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. نعم أكو حلول، من الحلول السفر. الإنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم، أسافر أو كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به. سيدنا الشيخ أنا من فلسطين وفي بين المدن حواجز، يعني صعب نروح من مدينة لمدينة. ال 25 كيلو بقدر أتركهم في نفس المحل وأنا ألف حوالين حالي؟ بزبط؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. هلا مع السلامة. هلا هلا هلا. سطرت هاي 25 كيلو وزيادة 2 سم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. هاي مشيت 25 كيلو وافطرت، بس لبكره بنفع؟ مش ملحق عليها بنزين للفسبة، بنفع على بسكليت؟ بنفع. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تحياتي تحياتي. هلا. ايوه هيك. لقد اصابنا الصمات. صمدت سيدنا الشيخ. بنفع على اشي ثاني، يعني على مثلا حمار على دابه بنفع؟ بارك الله فيك. هلا هلا. بارك الله فيك. لا صاحبي حرام عليك، شنو ذنب الحمار انه يضرب 25 كيلومتر؟ مادام باغي غير تكمي بلا ما تفطر نجيبوا لك فتوى على المقاس ديالك. مجموعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبرون أن السيجارة أصلا ما مفطرة. ليش؟ يقول هذا مو شرب، هذا لا يعد شربا وأكلا، فلذلك ليس بمفطر. وحتى الا بغيتي كاع تسكر تاكل الحرام سهله، في اطار التقيه اللي عند الشيعه يمكن لك دير راسك كافر وتاكل بصحتك وغتاخذ الاجر من الفوق. ما دام الإنسان في حالة تقية أيضا يجوز له استعمال المحرم من الأكل والشرب. وباش ما نظلموهمش ونتسماو اننا كنتهموهم باللي كيحللوا ما حرم الله، غادي نوريوكم انهم كيمكن لهم يحرموا ما احل الله. من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروه، إلا إذا كان معه الجوز. ممكن تاكل جبن مع سميتو مع الجوز صافي، هذا حكم شرعي عندنا فقهي. شنو المشكل ديالك؟ لحم الأرنب حرام، وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام. راه سمعناك، ولكن ما قلتيش لنا شي مبرر علاش لحم الارنب حرام. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة. والبقر من ضمن الزواحف، والدجاج من ضمن الاسماك، والمعز من ضمن الطيور. على داك الشيء علاش حنا المغاربه كنقولوا طارت معزه. إذا بيضة طرفاها متساويان حرام. سمك القرش هم يأكلوه، المذاهب الأخرى عندهم حلال. نحن في مذهبنا لا يجوز للإنسان أن يأكل سمك القرش لأنه أملس. السمك في الروايات مذموم وبشدة، عدة روايات تنهى عن أكل السمك. لا هذه عيقتي فيها، قلتي لنا الارنب من الحشرات ودوزناها لك، والسمك مالو؟ وأن الذي يأكل السمك ليلا وينام والسمك في جوفه ممكن يصاب بالشلل. دابا قنعتينا، دابا قلتي حاجة علمية، بينتي أنك عالم زمانه. هي بالرواية جاي اسمها الكنعت. قال لي يا ابن رسول الله من نصيدها هذه السمكة نشوفها ملساء،
الإمام عليه السلام يقول هذه سمكة سيئة الخلق. يتبين مو بس الناس فيهم واحد سيء الخلق وواحد حسن الخلق، حتى الأسماك. هذه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء في البحر. شوفوا لها، كل ما تشوف شيء تحتك به. الربيان في دليل خاص يجوز أكله، بس الربيان مو أم الربيان. أم الربيان يحرم أكلها. باقي الحيوانات كلها حرام، كلها حرام. يا أخي انتوما حللتوا ما حرم الله وحرمتوا ما أحل الله، دونك شنو الحاجة اللي خليتوا لنا ناكلوا بلا ما نعصاو الله؟ التراب مثلا. هذه التربة الشريفة تؤخذ يجوز أكلها بشرطين. الشرط الأول أنك تكون غبي، الشرط الثاني أنك تظن نفسك راك ذكي. وبعيدا على هاد الهرطقة ديالهم، تخيلوا معايا كناكلوا التراب، ومع المرأة المغربية ما تخافش عليها في الطبخ. غادي نبداو ناكلوا شي وجبات في شكل بريوات معمرين بالتراب، بسطيله ديال التراب، ونهار الجمعة غنبقاو ناكلوا التراب مفور ب7 خضاري. لا حول ولا قوة إلا بالله.